هي دي بقى اللي كنت مضيعه عليها فلوسي. انسوا بقى تشتروها من بره علشان جبت لكم سر محلات الشاورما. ندمت ندم شديد على كل مره اشتريت فيها الشاورما السوري من بره ايام الكليه، علشان كده اتحديت نفسي ان لازم اعملها احلى 100 مره من اللي كنت بشتريها، وطلعت فعلا اطعم كتير. اول حاجه طبعا انا بجيب صدور الفراخ وبقطعها بالحجم اللي انتوا شايفينه ده. ركزوا لي بقى في التتبيله علشان دي اهم حاجه في الموضوع كله. طبعا التتبيله دي لكيلو من صدور الفراخ هحط علبه زبادي وعصير برتقال، وعايزه اقول لكم بيفرق جدا في طعم التتبيله. معايا كمان ليمونه كبيره، هحط عليهم معلقتين كبار من الخل، ربع كوبايه من زيت الزيتون، وفصين من الثوم المفرومين. زودت كمان معلقه صغيره من الهوت صوص ومعلقه صغيره من الصلصه. معايا بقى ميكس من البهارات اللي هي يعتبر بهارات الشاورما اللي احنا هنكونها هنا في التتبيله بتاعتنا دي. مش عايزاكم تستغنوا عن اي حاجه فيها، هسيبها لكم كلها في الكبشه. هقلب بقى كل التتبيله دي مع بعضها كويس جدا، ويا ريت تسيبوها في الثلاجه ليله كامله. طاسه سخنه جدا حطيت معلقه كده من السمنه، وهنزل بقى واحده واحده كده بالشاورما. ما تملوش الطاسه خالص علشان انا عايزه الشاورما تاخد اللون اللي انتوا هتشوفوه كمان شويه. حاجه كمان، بمجرد ما بحط الفراخ انا ما بقلبهاش، انا بسيبها خالص لحد ما تاخد اللون اللي انتوا شايفينه ده، وببتدي اقلبها. معلقتين كبار من الزيت، معلقه كبيره من الصلصه، دبس رمان ورشه كده من السماق، وهقلبهم مع بعض. وده الخليط اللي احنا هندم بيه الساندوتش بتاعنا. في العيش السوري بقى بتاعنا هحط التوميه وكمان الشاورما وبطاطس، وهلفه بقى رول كويس جدا، وبعد كده بقى هدهنه من بره بالخليط اللي احنا عملناه. وزي ما هو كده هحطه على طاسه سخنه جدا لحد ما ياخد اللون اللي انتوا شايفينه ده. من احلى المرات اللي هتعملوا فيها الشاورما السوري في البيت. انا عايزاكم تجربوها وتقولوا لي رايكم. عملت بقى معاها التوميه المشطشطه وكمان العاديه، لو عايزينها سيبولي في الكومنت.